تجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ الرئيس، أولا ليكن معلوم قضية الحديث دون توضيح الأمر للناس هذه قمة التضليل. وأنا أقول لك شلون. أولا أن هذا الأمر لم يستخدم في انتخابات الرئاسة، مو 5 سنوات، لم يستخدم الجهاز الآلي إلا في سنة 2008. اسمح لي لا تكلمت يا مجنون، ما قاطعتك فلا تقاطعني ارجوك رجاء. خليه يتكلم. اسمح لي. الامر الاخر اللائحه الداخليه واضحه وضوح الشمس. ترى احنا في يوم من الايام لما جت اللائحه الداخليه في قضيه النقل التلفزيوني شنو قالوا ويجوز للرئيس. كلنا ما اعترضنا لان اعتبرنا هذا امر تقديري منفردا كرئيس للجلسه يعمل فيه ما يشاء، ولا كنا نملك 50 عضو ان نعترض عليه. انا بالناس ترجع للماده 110. شنو تقول الماده 110 الاخ الرئيس؟ ينظم مكتب المجلس مكانا او اكثر في القاعه ينتقل اليه العضو للتصويت. اذا مكتب المجلس ينظم حاله انتقال العضو من مكانه الى التصويت. الامر الثاني، يجوز عمل جوازي مطلق وفقا للائحه، ما يملك اي طرف انه يناقش الرئيس فيها. ولا كان باللائحه الداخليه لما جتكم كان قلتوا لا يجوز للمجلس ما يجوز للرئيس. اليوم رئيس الجلسه قاعد يستخدم حقه. وانا بقول لكم شغله يا اخوان، طبعا الامر خلينا نقول احتمال يكون الفرق صوتين ولا 3 ونبي نحتكم الى المحكمه الدستوريه لا سمح الله. وين المرجعيه؟ هل يعقل ان المرجعيه يكون جهاز آلي؟ ام المرجعيه تكون اوراق مختومه وموضوعه في الصندوق وبالتالي يتم الفرز من قبل الطرف اللي راح يراجع الانتخابات؟ خلني اقول لك الامر الاخر. اسمح لي الاخ الرئيس. الاستحسان والتزام الهدوء في الصالة ان شاء الله. الاخ الرئيس، اسالكم بالله واسال ابناء الشعب الكويتي قاطبه، ما دام الامر مو محكوم بلائحه انما امر جوازي للرئيس وان الاصل هو الصندوق والفرز، اسالكم بالله في انتخابات 2008 مو كلكم رفضتوا الفرز الآلي للانتخابات؟ مو شككتم بالانتخابات؟ مو كلنا مع القضاة وافقنا على ان يعود مرة اخرى الصناديق وفرزها فرز مباشر ويدوي؟ لذلك الاخ الرئيس، انا قاعد اقول لك انك استخدمت حقك المطلق اللي ما حد ينازعك عليه في الانتخابات الامريكيه لما اصبح الاختلاف في استخدام الاله. شو رجعوا له عشان يحسمون الامر؟ استخدموا الفرز اليدوي وحسمت القضيه. لذلك نحن امام لائحه، نحن امام مرجعيه. عندما نعود مره اخرى لا يمكن نعود الى اله ما نعرف شنو فيها وشنو بطنها ولا في اوراق مختومه. لذلك الاخ الرئيس، حنا نقول لك انك الاجراء اللي اخذته هو الاجراء السليم والقانوني واللائحي. شكرا الاخ الرئيس.